في الوقت الذي يحاول فيه باريس سان جيرمان إقناع إمبابي بالرحيل إلى ريال مدريد هذا الصيف، بعدما خرجت تسريبات تفيد بتفكير النادي الباريسي في تقديم شكوى رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النادي الإسباني بحجة أن لاعبه كيليان إمبابي لديه اتفاق مع النادي الأبيض للانضمام لصفوفه الصيف المقبل في صفقة مجانية دون الحصول على إذن من باريس. ريال مدريد بعد هذه التسريبات سيبلغ الوكلاء الذين فوضهم باريس للتفاوض مع النادي المدريدي حل هذه الأزمة بأنه لن يتحرك لشراء اللاعب إلا بعد أن يحل النادي الباريسي أزمته مع مبابي، وبالتالي لن يضغط على مبابي لإقناعه بالرحيل هذا الصيف، وقد ينتظر للصيف المقبل حتى يأتي مجانا.